ازيكم عاملين؟ وحشتوني. والنهارده راجعين ان شاء الله بفيديو جديد. والنهارده هنعمل الزيتون المخلل. شايفين الجمال؟ تعالى نشوفوا بقى، يلا الجمال دوت عملناه ازاي. ما تنسوش تتابعوني على صفحة أميرة مجدي. بحبكم في الله. اول حاجة بقى انا جبت الزيتون كده اهوت وغسلته، وهنزل بالجزر المبشور. بسم الله الرحمن الرحيم. والفلفل برضه هنحطه زي ما هو. والزيتون احنا مش هنخرمه ولا هنكسره ولا هنعمل فيه اي حاجة. انا كده اهوت عشان انا هملحه ان شاء الله رمضان. وهنقلب كل ده كده في قلب بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده هجيب هريسة الشطة وهنحط برضو عليه، وهنقلب كل ده كده في قلب بعضه. بس خلي بالك هريسة الشطة ما تمسكهاش بايدك خالص عشان ما تحرقكش في ايدك. لو الفلفل حامي برضك ما تمسكوش بايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب بقى كل الخليط ده كده في قلب بعضه. وانا بقى مجهزه البرطمانات ومعقماها اللي هحط فيها الزيتون. يبقى بالشكل ده كده. انا بقى غاليه ميه وسبتها تبرد، والبرطمانات متعقمه بميه سخنه وخل. معايا بقى هنا البرطمان طبعا مغسول زي ما متفقين، ومعقماه ومنشفاه. هبدا انزل بقى بالخليط ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا هنا حزمه كرفس بقى كده. احط الكرفس واكمل بقى باقي الزيتون، وهنزل بنص كوبايه ليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل باقي الكميه. هحط بقى الغطا وافضل اخبط على الرخام بالشكل ده كده عشان ينزل معايا وما ياخدش ما يستغلش معايا مكان، عشان احط باقي الكميه. الملح بقى بتاعنا هحط كده حبه البركه شويه حلوين كده. ومعايا هنا بقى ميه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسايباها تبرد حوالي لترين ميه. معلقه سكر. السكر ده كماده حافظه. ومعايا هنا حوالي كوبايه ملح، اللي هو الملح الخشن ده، كوبايه على 2 كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا ضفت معلقه كركم كبيره. وهبدا بقى انزل بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم لغايه ما اغطي السطح بالشكل ده كده. وهغطيه بالزيت، زيت نضيف طبعا. وهجيب بقى قشر الليمون اللي انا عصرته وهقفل الوش البرطمان. وهجيب بقى كيس تلاجة كده او اي كيس نضيف او ورق استرتش على حسب الموجود عندك، واقفله جامد. احطه بقى من تحت عشان اكتم الهواء بالشكل ده كده اهو. انا كده قفلت عليه بردك بالورق الاسترتش عشان ما يدخلهوش اي هواء ويعمل ويبوظ كده اهوت معايا الزيتون، يبوظ معايا لان انا طبعا هسيبه لرمضان. وبكده يبقى وصلنا لاخر الفيديو. ان عجبك الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك وكومنت حلو عشان يوصل لكم كل جديد مني. مع تحيات أميرة مجدي.